إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن رؤية المصحف في المنام. طبعًا رؤية المصحف في المنام من الرؤى الجميلة جدًا. لو شخص حلم إن هو ماسك المصحف وفاتحه وبيقرا فيه، فده إنسان صالح وقريب من الله سبحانه وتعالى، وإنه على خُلُق وده دليل على إن بُشرة خير ليه، إنه جاي له رزق واسع وأخبار سعيدة هيسمعها إن شاء الله. لكن لو إنسان ماسك المصحف ومقفول وهو مش قادر يقرا فيه حاجة أو م م مش عارف يقرا فيه، فده إنسان فيه تردُّد وفيه أمور هو مش عارف يوصل لها بيقين. فهي يعني ده بيبقى إنذار ليه إن هو يحاول إن هو يكون قريب من ربنا أكتر ويراجع حساباته، ويحاول إن هو يصحّح أي حاجة غلط في أموره الخاصة بيه. طيب لو سيدة متزوجة حلمت إنها ماسكة المصحف، فده بُشرة خير ليها على إن ربنا إن شاء الله يرزقها بالذرية الصالحة، وإن هي في استقرار في حياتها، وإن لو هي عندها أولاد، فإن شاء الله ربنا يكرمها فيهم إن هم يكونوا من الأولاد الصالحين. ولو بنت عزباء حلمت إنها ماسكة المصحف، ده بُشرة خير ليها إن هي تتجوز حد على خُلُق وعلى دين، وإن هي إنسانة قريبة من ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو حد ماسك المصحف ومش عارف، زي ما إحنا قُلنا إن هو مش عارف يقرا فيه، فده زي ما باقول لكم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن رؤية المصحف في المنام. طبعًا رؤية المصحف في المنام من الرؤى الجميلة جدًا. لو شخص حلم إن هو ماسك المصحف وفاتحه وبيقرا فيه، فده إنسان صالح وقريب من الله سبحانه وتعالى، وإنه على خُلُق وده دليل على إن بُشرة خير ليه، إنه جاي له رزق واسع وأخبار سعيدة هيسمعها إن شاء الله. لكن لو إنسان ماسك المصحف ومقفول وهو مش قادر يقرا فيه حاجة أو م م مش عارف يقرا فيه، فده إنسان فيه تردُّد وفيه أمور هو مش عارف يوصل لها بيقين. فهي يعني ده بيبقى إنذار ليه إن هو يحاول إن هو يكون قريب من ربنا أكتر ويراجع حساباته، ويحاول إن هو يصحّح أي حاجة غلط في أموره الخاصة بيه. طيب لو سيدة متزوجة حلمت إنها ماسكة المصحف، فده بُشرة خير ليها على إن ربنا إن شاء الله يرزقها بالذرية الصالحة، وإن هي في استقرار في حياتها، وإن لو هي عندها أولاد، فإن شاء الله ربنا يكرمها فيهم إن هم يكونوا من الأولاد الصالحين. ولو بنت عزباء حلمت إنها ماسكة المصحف، ده بُشرة خير ليها إن هي تتجوز حد على خُلُق وعلى دين، وإن هي إنسانة قريبة من ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو حد ماسك المصحف ومش عارف، زي ما إحنا قُلنا إن هو مش عارف يقرا فيه، فده زي ما باقول لكم. اللي ماسك المصحف ومش عارف يقرا فيه، ده بيبقى إنسان جواه عدم يقين، وإن هو مذبذب، مش قادر ياخد قرارات، محتاج إن هو يكون قريب من ربنا أكتر، يزوّد الطاعات، يحاسب نَفْسه في أخطاء هو مَر بيها. برضك من المبشرات بالخير في مَسْك المصحف، لو حد ماسك المصحف ومُقبل على زواج، فده بُشرة خير ليه إن هو يعني لو رجل هو ماسكه، إن شاء الله ربنا يكرمه بالزوجة الصالحة. وبرضك من المبشرات بالخير في المصحف إن هو رزق واسع، أخبار مفرحة، تفريج هموم، قضاء حوائج. ويا رب كده يجعل أيامنا كلها خير وفرح وسعادة، ويجعلني كده دايمًا أبشّركم بالخير،
وتابعوني وما تنسونيش في اللايك والشير.